حقق الغريق إشبيلية فوزا سهلا مهلا على برشلونة ب4 أهداف مقابل هدف وحيد كانت لتصبح خماسية لولا رعونة مهاجمي النادي الأندلسي. كون برشلونة في المركز الثاني يضحكهم في مدريد، ومن ضحك على خسارة أخيه بخماسية خسر هو الآخر برباعية. وبعد غياب لسنة فقط عادت حليمة لرباعيتها القديمة. الحكم أضاف 10 دقائق وقت بدل ضائع ليعود برشلونة في المباراة، فقام إشبيلية بتسجيل الثالث والرابع في مرمى تشيزنية. البرشلوني في هذه اللقطة تمنى لو كان يملك مبابي ليسجل له ركلة الجزاء. فليك استفزه باريس سان جيرمان فقرر معاقبة إشبيلية، فقام هو الأخير باستفزازه مرة أخرى. إشبيلية كان يحتاج لرافينيا ليسجل الخامس في مرمى برشلونة، ولكنه للأسف يلعب في الفريق الغلط. الحمد لله أنني أشجع فريق حارس مرماه ليس تشيزني ومدافعوه ليس أراوخو وكوبارسي. البولندي روبرت ليفاندوفسكي تعمد عدم تسجيل ركلة الجزاء وعدم التألق في المباراة، وذلك ليخبرنا بعمره الحقيقي. ورغم تضييعه لركلة الجزاء إلا أن ليفاندوفسكي يبقى لاعبا كبيرا في العمر والطول. مبابي تحصل على 8 ركلات جزاء سجلهم كلهم. برشلونة تحصل على ضربة جزاء لأول مرة في التاريخ وضيعها ليفاندوفسكي، وهذا حال مبابي بعدما رأى ليفاندوفسكي وهو يضيع النعم ويتحسر على ضياعها. ولا تدع خسارة البارسا تنسيك أن آخر فوز لإشبيلية على برشلونة كان عام 2015، وهو نفس العام الذي أخذ فيه برشلونة دوري الأبطال. المدريدي سعيد بخسارة برشلونة، ولا يعلم أن كل هذه الخسارات سيدفع ثمنها هو في الكلاسيكو. أراوخو وصلته 4 عروض في الصيف لينتقل لأكبر الفرق الأوروبية، منها يوفنتوس وليفربول وتوتنهام وتشيلسي، ولكنه رفضهم كلهم من أجل البقاء في برشلونة والقضاء على مشجعي النادي بهفواته الدفاعية وأخطائه الطفولية. وصرح هانز فليك بعد الخسارة أمام إشبيلية: أردنا أن نفاجئ إشبيلية بالتيكي تاكا ولكنهم فاجؤونا بالنيكي ناكا. لقد أتاني رافينيا بعد تسجيلنا للهدف الرابع وأخبرني هل كان بإمكانه ارتداء قميص إشبيلية ليسجل الخامس على برشلونة، فأجبته أن الخامس لا يتم تسجيله إلا على ريال مدريد. أهدرت ركلة الجزاء عمدا لكي لا يقول لي حفيظ الدراج مستر فيلانتي. وفي لفتة أخلاقية قامت لجنة الليغا بإعطاء راشفورد جائزة رجل المباراة، وذلك لأنه هو من سجل هدف الشرف لبرشلونة، وهذا حال دفاع برشلونة اليوم.